السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل دبابيس فراخ. بصوا، لذيذه لذاذه ما تتوصفش، غير اي طريقه انتوا جربتوها بيها قبل كده. لو جربتوها مره من كتر حلاوتها كده وطعمتها هتعتمدوها. عايزه اقول لكم ان انا مش ضايفه فيها اي طماطم خالص ولا اي صلصه، وطالعه بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. البطاطس واخده لون حلو جدا، وكمان الفراخ اكننا حاطين طماطم بالظبط. تعالوا ما اقول لكم عملتها ازاي. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. هنعمل التتبيلة. جبت معايا كوباية من اللبن الرايب أو الزبادي، أنا استخدمت لبن رايب المتوفر عندي. بعد كده هجيب بقى شوية من الفلفل الأسود وشوية كمون على كزبرة وشوية بهارات وبابريكا، وكمان شوية من الزعفران وسنة من الشطة لو بتحبوا الحاجة حراقة شوية. عايزة اقول لكم بقى شوية الزعفران اللي انا بضيفهم حوالي نص معلقة صغيرة كده، هما اللي هيدونا لون حلو جدا للبطاطس وللفراخ. ما بضيفش اي طماطم ولا اي صلصة ولا اي حاجة من دي، هي اللي بتدينا اللون الحلو اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بعد كده هضيف عندي معلقة كبيرة كده من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. محدش يستغرب من السكر، بس بيدينا طعم حلو كده وبيعادل معانا الطعم وبيبقى تحفة. بعد كده هحط معايا معلقة كبيرة كده من الخل، ومعايا كمان هنا ليمونة كاملة بعصرها هي كمان بالشكل ده. معايا كمان هنا حوالي معلقتين كبار كده من الزيت. وبكده التتبيلة بتاعتنا تكون جاهزة. هقلبها مع بعضها كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده هاخد دبابيس الفراخ واحطها في التتبيلة. هقلبها بقى كويس جدا في التتبيلة كده علشان تشرب من التتبيلة دي كده. التتبيلة دي هتدينا احلى طعم للفراخ وكمان للبطاطس، بجد طعمها حلو جدا، لازم تجربوه. هغطيها بقى كده واسيبها في التتبيلة كده في التلاجة عبال لما احضر معاكو الخضار. هنا بقى كده جبت بصل وقطعته شرايح، وجبت معاه كمان فلفل قطعته شرايح بالشكل ده. وبحط البصل والفلفل كده تحت الفراخ زي ما انتوا شايفين. ومعايا كمان بطاطس مقطعاها برضو شرايح هحطها تحت الفراخ. حابين بقى تضيفوا جزر، تضيفوا اي خضار تاني براحتكم. حابين كمان تعملوها من غير بطاطس بس يبقى فلفل وبصل بس، براحتكم برضو. رصيت بقى كده كل الخضار تحت زي ما انتوا شايفين، والفراخ كده فوق على الوش. هضيف بقى عندي هنا حوالي كوباية من المية بالشكل ده، وادخلها بقى كده الفرن. بس الاول هغطي وشها علشان وشها ما ينشفش وتستوي كويس. في اخر التسوية كده بشيل من عليها الغطا علشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى كده طلعت من الفرن عاملة ازاي؟ بجد في منتهى الجمال. عملت بقى كده جنبها شوية رز ابيض. لو انتوا هتعملوها جنب رز كده فهتخلوا فيها شوية من الصوص كده علشان يتغمس بالرز. اما لو هتبقى بعيش وكده فانتوا هتنشفوها، وبرضو زي ما تحبوا. احلى صينية فراخ بجد هتجربوها. شايفين بقى هنا الفراخ شكلها عامل ازاي ولا طعمها؟ بجد طعمها في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.